السلام عليكم حبايبي، سنة 6 معايا. الوحدة ديت مهمة جدا، علشان كده هاخد البنك الأسئلة بتاعها، لأن فيها حاجات كتيرة وشاملة حاجات كتيرة جدا. معانا السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. السؤال الأول: موارد المياه العذبة بالوطن العربي من المقومات إيه؟ طبعا من المقومات الطبيعية. أكبر الدول العربية في تربية الجاموس؟ طبعا دولة مصر. معدن يستخدم في الصناعات الثقيلة والمنشآت هو معدن ايه؟ معدن الحديد هو اللي بيستخدم في الصناعات الثقيلة. من مقومات السياحة في الوطن العربي، من مقومات السياحة هنقوله الموقع الجغرافي، وايه كمان؟ وشركات، في تنوع كمان المناطق السياحية. طيب، التبادل التجاري عن طريق الانترنت يعد تجارة ايه؟ انترنت يبقى الكترونية. من مواقع السياحة الدينية في الوطن العربي، ايه من مواقع السياحة الدينية في الوطن العربي؟ ممكن نقوله دير سانت كاترين. من اشهر المراكز التجارية الاسلامية قديما، قلنا طبعا قبل كده جدة وصنعاء والبصرة، كمان زودنا نقطة من عندنا. تهتم الدول العربية في مجال التعدين والصناعة باستخدام ايه؟ بيهتموا طبعا باستخدام مصادر طاقة نظيفة. طيب، من القطاعات ذات الصلة بالسياحة قلنا قبل كده شركات الطيران والفنادق والمطاعم. تنقسم التجارة العربية إلى نوعين: تجارة ايه وتجارة ايه؟ التجارة العربية تجارة بينية، وتجارة دولية أو خارجية أو عالمية، يعني كل ده يمشي. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم. السؤال التاني: ما المقصود؟ ايه المقصود بالتجارة الخارجية؟ هي الصادرات والواردات بين دول الوطن العربي ودول العالم. طيب، الصناعة الخضراء، ايه المقصود بالصناعة الخضراء؟ هي تدوير، هي الصناعة التي تعتمد على الاستثمار للموارد المتجددة، وطبعا التقليل من المخلفات. يعني بتعتمد ان هي بتستثمر الموارد المتجددة، او اعتمادها الكلي بيبقى على الموارد المتجددة، وبتقلل من المخلفات. السياحة الثقافية، السياحة الثقافية هي سياحة تعتمد على زيارة المواقع التراثية والأثرية. السياحة الترفيهية، السياحة الترفيهية هي برضو سياحة قائمة على أو تعتمد على زيارة الشواطئ. التجارة البينية العربية، ايه هي التجارة البينية العربية؟ هي الصادرات والواردات من السلع والخدمات، بس بين ايه؟ الدول العربية، ونخلي بالنا من النقطة دي جدا. طيب، السياحة الدينية هي السياحة القائمة على أو التي تقوم على زيارة الأماكن المقدسة. طيب، السياحة الإلكترونية، قلنا السياحة التجارة قصدي سوري معلش، التجارة الإلكترونية هي تجارة تبادل سلع وخدمات باستخدام مين؟ باستخدام شبكات الإنترنت. السياحة العلاجية، ايه هي السياحة العلاجية؟ هي سياحة قائمة على أو بتعتمد على زيارة الأماكن بهدف ايه؟ الاستشفاء، ادام قلنا علاجية والعلاج.
سياحة التسوق. ايه هي سياحة التسوق؟ هي طبعا سياحة قائمة على ايه؟ زي ما بنقوله في التعريف، قائمة على زيارة أضخم المراكز التجارية. السياحة البيئية. السياحة البيئية هي سياحة تتضمن على سياحة السفاري، وطبعا زيارة المحميات الطبيعية والمناطق الصحراوية. خلاص كده، ده كده السؤال التاني خلاص. السؤال التالت معانا، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. السؤال التالت اختر الإجابة. تعتمد الزراعة في الأجزاء الشمالية من الوطن العربي على مياه ايه؟ الأجزاء الشمالية من غير ما حتى أقرأ بقية الاختيارات، هي طبعا مش أنهار ولا تحلية ولا جوفية، هي أمطار. أدام في الأجزاء الشمالية يبقى الأمطار. تشغل المراعي الطبيعية في الوطن العربي نحو ايه مساحته؟ نحو طبعا ثلث مساحة الوطن العربي بيشغلوا ايه؟ المراعي الطبيعية. تنوع نوع من الصخور يدخل في صناعة المبيدات الحشرية. ايه نوع من الصخور بيدخل في صناعة المبيدات الحشرية؟ الفوسفات. مصر تعد الدولة الأولى عربيا في صناعة ايه؟ الأولى عربيا في صناعة الحديد والصلب. يعد حضور كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر 2022 سياحة ايه؟ سياحة رياضية. من أهم الدول في الوطن العربي في زراعة محاصيل الألياف. ايه طبعا من أهم الدول؟ مصر. دولة عربية توجد بها المدينة البيئية الأولى في العالم. دولة عربية توجد بها المدينة البيئية في العالم، الإمارات. توفر التجارة العربية العملة ايه؟ العملة طبعا الأجنبية. أي من الدول التالية تشترك في منطقة التجارة الحرة؟ ايه من الدول الآتية بتشترك في منطقة التجارة الحرة؟ طبعا دولة السودان. وجود حواجز جمركية بين الدول العربية يعد من أسباب ايه؟ التجارة البينية العربية. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الحواجز الجمركية دي بتضعف او بتبقى من أسباب معوقات التجارة البينية، يبقى من أسباب ضعف. ينتج الوطن العربي من البترول أكثر من ايه؟ الإنتاج العالمي أكثر من الربع، كنا واخدينها قبل كده. السؤال الرابع، أكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارات الصحيحة. يفتقر الوطن العربي إلى المقومات اللازمة للصناعة. لا طبعا هو غلط، مش بيفتقر. بدأ انتشار التجارة في شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام. بدأ الانتشار؟ لا. تنتشر سياحة التسوق في المراكز التجارية في الإمارات والكويت والمغرب؟ لا. إنتاج اللحوم الحمراء لا يكفي استهلاك السكان من وطننا العربي؟ أيوة هو لا يكفي، بالتالي لجأوا للدواجن واللحوم الأسماك. قامت مصر باستخدام نظام الري بالرش؟ أيوة مصر والسودان. تستخدم في وطننا العربي بعض الحيوانات في أعمال الحقل والنقل؟ أيوة بتستخدم. من أسباب ضعف التجارة البينية العربية وجود حواجز جمركية؟ فعلا لسه كنا قايلينها. القمح والشعير من المحاصيل السكرية بالوطن العربي؟ لا طبعا هما مش دول محاصيل سكرية. يخلو الوطن العربي من المشكلات في مجال التعدين والصناعة؟ لا. يتمتع الوطن العربي بكافة مقومات السياحة؟ فعلا في مقومات سياحة كويسة. السؤال الخامس، اكتب ما تشير إليه العبارات. مدينة مصرية استطاعت تطبيق المعايير الدولية للسياحة المستدامة؟ طبعا شرم الشيخ. يقصد بها الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين الدول العربية التجارة البينية. معدن يستخدم في كثير من الصناعات الثقيلة والمنشآت والكباري؟ طبعا معدن الحديد. مورد مائي يوجد بالصحراء وتقوم عليه الزراعة؟ المياه الجوفية.